السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة ليدوز. فيديو النهاردة هنتكلم عن صفقة الأهلي التانية، الحمد لله اتحسمت رسميا وانتهت القصة كلها بتاعة الصفقة التانية بعد صفقة إمام عاشور. بعد ما عملت جدل كبير جدا في الوسط الكروي المصري، في صفقة تانية من العيار التقيل جدا انتهت الحمد لله بنسبة 100%. الصفقة دي هنتكلم عن لاعب بيلعب مركزه الأصلي، بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال ومهاجم صريح ومهاجم وهمي. يعني لاعب جوكر من الآخر، بيلعب جوكر، بيلعب في الخط الأمامي. يعني قماشة يعمل بيها مارسيل كولر أي حاجة في الخط الأمامي. ما عندناش مشكلة من ناحية بيرستاو، ما عندناش مشكلة من ناحية الشحات، ما عندناش مشكلة في المهاجم اللي هو بيجي من الخلف، مفيش مشكلة في المهاجم الصريح. لعيب نقدر نعمل بيه اي حاجه، نشكله زي ما احنا عايزين. اللاعب ده هنتفرج على امكانياته ومهاراته، وهنسمع المكالمه اللي اتكلم فيها، وامتى ان شاء الله هيجي مصر. هو ان شاء الله جاي بكره باذن الله، وعشان يبتدي اجراءات ضمه للنادي الاهلي والتوقيع الكشف الطبي عليه وتصوير جلسه التصوير اللي هتحصل والاعلان عنه ان شاء الله في خلال اسبوع باذن الله. عايز الفيديو يوصل ان شاء الله باذن الله مش اقل من 3000 لايك، وعايز اعرف في الكومنتات ايه رايكم في الصفقه دي وازاي اللعيب ده ممكن يفيد النادي الاهلي، وعايزين نستعرض مع بعض امكانياته. خليكم معانا. غدا بكره ساكون في مصر. بكره ايه؟ ان شاء الله غدا اكون في مصر ان شاء الله على النادي الاهلي. على نادي الاهلي. مبروك يا حبيبي وربنا يوفقك ان شاء الله. الله يبارك فيك حبيبي، الله يبارك. لازم نلتقي في مصر. نعم لازم نلتقي في مصر، لازم نتقابل اول ما تيجي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. اللاعب اللي احنا سمعنا صوته ده اللاعب رضا سليم، مغربي الجنسيه، بيلعب في نادي الجيش الملكي المغربي، ويعتبر نجم الدوري المغربي السنه اللي فاتت، وكان ليه دور اساسي في فوز نادي الجيش الملكي المغربي بدوري السنه اللي فاتت على حساب نادي الوداد الرياضي، واللي انتزع منه بطولة الدوري في آخر دقيقة تقريبا في الماتش. اللعيب ده إمكانياته عالية جدا، سنه 23 سنة زي ما قلنا، بيلعب جوكر في الخط الأمامي. هنستعرض أهم مميزات اللاعب دوت ومهاراته وأهم أهدافه. الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 2 مليون دولار، 2 مليون و100 ألف دولار للجيش الملكي المغربي، وبخلاف طبعا بعض الاضافات طبعا للاعب وللنادي بعد كده في حاله بيعه. هنستعرض اهم امكانيات اللاعب واهم مميزاته. اللاعب ده متر 68 سنتي، وزنه 68 كيلو، يعني وزن مثالي. لعيب كوره، حجمه وطوله ووزنه لعيب كوره. لعب 115 مباراة مع نادي الجيش الملكي المغربي، احرز 32 هدف وساهم في 28 هدف. دي امكانيات اللاعب مع نادي الجيش الملكي المغربي طول الفترة اللي هو قضاها مع النادي المغربي. طبعا الصفقة ان شاء الله 5 سنين. يا رب ان شاء الله باذن الله نقول له مبروك. طبعا رضا سليم نقول له مبروك طبعا ان انت انضميت للنادي الاهلي، نادي القرن ونادي البطولات، وان شاء الله تحقق في السي في بتاعك ان انت لعبت في يوم من الايام لنادي بطل افريقيا، وان شاء الله باذن الله تزيد البطولات باذن الله ورقمك يعلى وكله لصالحك في الاخر. مبروك النادي الاهلي، مبروك رضا سليم. وبنتفرج مع بعض على امكانيات اللاعب واهم اهدافه في الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه في نادي الجيش الملكي المغربي. ومش هنسى اقول لكم لايكات، عايزين لايكات كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من محبي ومشجعي النادي الاهلي. وعايزين نشوف في الكومنتات اللاعب دوت هيفيد النادي الاهلي بايه، وهل هي الصفقة كويسة ولا صفقة كلفت الاهلي كتير، هل هيكون زي وليد ازارو ولا هيبقى مختلف. يا ريت اسمع تعليقاتكم. صفقة المهاجم ان شاء الله الصريح برضو هنعلن عنها باذن الله في القناة ديت. الاهلي لسه بيفاوض سوزا والموضوع لسه متقفلش، اللعيب البرازيلي، وفي لعيب افريقي بيلعب في الدوري الاوروبي يعتبر سبير لسوزا، وان شاء الله هنبارك لكم برضو بالصفقة الثالثة ان شاء الله هنا في القناة. لو وصلت لنهاية الفيديو معانا ما تنساش تدعمنا بلايك
وتقول لنا رأيك في الصفقة، وإن شاء الله بإذن الله نبارك لكم للمرة الثالثة في الصفقة الجديدة بإذن الله. شكرا.